السلام عليكم. ده كابتن مؤمن زكريا، واللي اكيد ما فيش حد صغير او كبير الا ما يعرف مين هو كابتن مؤمن زكريا، ويعرف انه لاعب عظيم في النادي الاهلي. وده بروفيسور ستيفن هوكينج. بروفيسور ستيفن هوكينج ليه اسهامات قويه جدا، وحصل على جائزه نوبل في الفيزياء، وليه اسهامات في اكتشاف الثقب الاسود ومعرفته واكتشاف اصل الكون وبدايته وكمان نهايته. اذا ان الصدفه بتربط ما بين الاثنين دول، بتربط ما بين الكابتن مؤمن زكريا وما بين البروفيسور ستيفن هوكينج، واللي اكيد ما يعرفوش اي حاجه اصلا عن بعض. فايه الرابط او ايه العلاقه ما بين الاثنين دول؟ يلا نعرف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لعلكم في خير وفي احسن حال. اللي بيربط ما بين مؤمن زكريا وما بين البروفيسور ستيفن هوكينج ALS او اميتروفيك لاترال سكليروزس، المرض التصلب الجانبي الضموري. هما الاثنين بيشتركوا في نفس المرض. طب يعني ايه اصلا ALS وبيجي ازاي وهل له علاج؟ وايه الفتره المتوقعه اصلا للفرد اذا اتصاب بالمرض ده انه يعيش؟ يعني هيعيش كام سنه اذا اتصاب بالمرض ده؟ صلى على النبي. ALS ده نوع من امراض تحت مسمى كبير كده اسمه موتور نيورون ديزيز. المرض ده اذا اتصاب بيه حد فبيكون عمره متوقع دي من 2 ل5 سنين. بعد فتره من الزمن يوم اكتشفوا انواع تانية من المرض ده او اشكال تانية من المرض ده، واللي منه ALS او الاميتروفيك لاترال سكليروزس. وكان من الناس اللي اتصابت بالمرض ده هو بروفيسور ستيفن هوكينج. وكان من خصائص المرض ده اللي هو ALS اللي اتصاب بيه ستيفن هوكينج ان المريض اذا اتصاب بيه اقصى فتره ممكن يعيشها اللي هو اقصر حاجه 5 سنين، وبيوصل ل 10 سنين ده اقصى فتره ممكن يعيش. لكن البروفيسور ستيفن هوكينج كسر القاعده دي، ومن وقت ما عرف انه متصاب بالمرض ده عاش كمان 35 سنه فوق العمر المتوقع للمرض ده. هو نفس المرض ده هو اللي متصاب بيه كابتن مؤمن زكريا اللي هو ALS. الموتور نيورون ديزيز ده مرض المشكله بتكمن في ان الخلايا العصبيه اللي هي بتغذي كل حاجه في الجسم بتتلف، والخلايا العصبيه دي هي المسؤوله عن الرئه والتنفس والقلب وضخ الدم والبلع وكمان الهضم، وكل الوظائف في الجسم هي مسؤوله عنها الخلايا العصبيه. الخلايا العصبيه دي خلاص تلفت. طب ايه السبب للمرض ده؟ لحد الان ما حدش يعرف له سبب. كل اللي موجود هي عباره عن فرضيات. في فرضيات بتقول ده بسبب جيني، وفي فرضيات ده بتقول لك ده بسبب البيئه والتلوث والاشعاع وغيره خلى المشكله دي تظهر عند الفرد ده بحد ذاته، وغيرها من الفرضيات. لكن ما فيش حاجه ثابته ومفيش حاجه بعينها بيقولوا هو السبب ده عشان يحصل المرض ده عند الفرد. طيب هل هو ليه علاج ولا ملهوش علاج نهائي؟ المرض ده اذا تم تشخيصه بشكل مبكر يعني بدري، لانه ليه علامات معينه في المخ والحبل الشوكي بيكون ليه علامات معينه في الاشعه بتظهر، بيقدروا عند الحد ده يوقفوا المرض. بيوقفوه اللي هو مش معنى يمنعوه، لكن بيأخروا من تطوره بشكل كبير جدا. ده عن طريق انهم بيخلوا المريض يمشي على خطه علاجيه معينه مع دكاتره العلاج الطبيعي، لانهم بيخلوه يعتمد على نفسه لاقصى فتره ممكنه عشان يقوم بانشطته العاديه، اللي هو يروح الحمام، يقوم بانشطته العاديه والحياتيه العاديه. ده تحت تاهيل دكاتره العلاج الطبيعي. وكمان بيدوا له كميات ضخمه من فيتامين د وفيتامين بي. الفيتامينين دول ليهم علاقه بالاعصاب وتقويتها، فعشان كده بيدوا له كميات كبيره منه. لازم المريض يبعد عن اي قلق، اي توتر، اي حاجه تزعله، اي حاجه ممكن تاثر على عواطفه او اعصابه او مشاعره لانها تضايقه، يعني لازم يبعد عنها، لان الحاجات دي بتزود من تطور المرض بشكل سريع جدا. طب ايه هو السبب الاساسي اصلا في وفاه حد بالمرض ده؟ السبب الاول في وفاه اي حد بالمرض ده هو التنفس، لانها بتاثر على الرئه فبتخلي في مشكله في التنفس لحد ما ممكن لا قدر الله يتوفى. ثاني سبب هو البلع. اذا تاثر البلع برضه ده بيؤدي للوفاه، واذا تاثروا الاثنين دول بيكون تطور المرض حصل بشكل سريع وخلاص هو ماشي على تراك سريع للمرض. بس على قد كده وان المرض ده بيأثر على كل جزء في الجسم، الى انه ما بيأثرش على حاجه واحده بس، بيسيبها زي ما هي، وهو مستوى الذكاء. عشان كده نشوف البروفيسور ستيفن هوكينج بعد ما اتصاب بالمرض ده قدر انه ياخد جائزه نوبل، وان يكون ليه اسهامات كبيره جدا في المجال العلمي. طب هل محتوم الموت للمريض ده ولا لا؟ بص، ما حدش يقدر يتكهن بعمر المريض هيعيش قد ايه وهيموت امتى. حتى الكتب واللي بتنص عليه ويقول لك ان ده العمر المتوقع وخلافه، ما حدش يقدر يقول انها هتحصل 100% مع كل المرضى، لانه في الاول وفي الاخر دي بيد الله اللي هو هيعيش ولا لا. بس اديك شفت على النقيض خالص لما اتصاب البروفيسور ستيفن هوكينج بالمرض ده قعد فوق ال 30 سنه عايش وهو معاه المرض ده، يعني كسر القاعده دي اللي بتقول عليها الكتب. وبس كده، ما تنساش بقى اللايك والشير، وانك تتابعني على الفيس وعلى الانستجرام وعلى التيك توك، وتروح هناك هتلاقي محتوى تاني، واي سؤال هتسال عليه هتلاقي الاجابه بتاعته بشكل سريع. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو اول مره تشوفني هنا اشوفكم في فيديو جديد. سلام.